ليها رجال. صوتك جميل رنته تنقش على الأرواح، ترسم بداية زمن للبهجة والأفراح. قلبك يساع النيل فجرك نهاية الليل. حلمك وطن نبنيه ونلاقي لينا مكان. انت اللي من حلمنا وجرحنا يا جمال، يا كلمة الحق يا روحنا وملامحنا. تحية لحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج لست وحدك على شاشة قناة الدلتا الفضائية. أسعد بأن أكون أنا وزملائي الكرام مع حضراتكم على مدى ما يقرب من ساعة، نحاول بتوفيق الله سبحانه وتعالى أن نحل المشاكل التي وصلت للبرنامج وأن نكون في خدمة أهالينا الكرام، لأنه زي ما بدأنا مع حضراتكم في هذا البرنامج ومستمرين بأمر ربنا، إنه هذا البرنامج فلسفته بتقوم على إنه همزة وصل حقيقية وصلة بين المواطن صاحب الحق الأصيل في هذا الوطن وبين المسؤول التنفيذي الذي جيء به ليكون خادما للمواطن في موقعه. علشان كده احنا بنقوم بدورنا الإعلامي بوصفنا أحد آليات إعلام الدولة. قناة الدلتا تابعة للهيئة الوطنية للإعلام. احنا بنقوم بدورنا إن احنا نكون منفذ وملاذ وصوت حر وصادق ومحايد بين المواطن صاحب المشكلة القانونية وبين المسؤول اللي ربما يكون مشاغله الكتير شغلته عن انه يسمع لهذا المواطن. البرنامج زي ما احنا متعودين مع حضراتكم بنسعد وبنشرف باستقبال اهالينا الكرام كل يوم ثلاثاء الساعة 2 ظهرا هنا في مقر برنامج لست وحدك في قناة الدلتا الفضائية. بنستأذن كل صاحب مشكلة هيشرفنا بالحضور انه يكتب مشكلته في ورقة ويوقع عليها ويكتب رقم تليفونه لتيسير التواصل مع فريق العمل الزملاء الأفاضل، ويرفق صورة ضوئية من المستندات الدالة على تلك المشكلة. زي ما احنا بنقول عزيزي المواطن، انت لست وحدك، لان احنا صوتك واحنا ظهرك واحنا اللي معاك طالما انت صاحب حق حسب القوانين واللوائح لحد ما تاخد حقك. ايضا لا يفوتني دائما ان اشكر السادة المسؤولين المحترمين الكرام، سواء من خرج الى المعاش وادى مهمته بسلام او من هم في الخدمة الان، لانه نجاح هذا البرنامج 50% من نجاح هذا البرنامج واستمراريته ومصداقيته مع المواطنين هي بسبب اخلاص السادة المسؤولين وقناعتهم بفكرة هذا البرنامج ونجاحه وتواصلهم. المسؤول نص نجاح هذا البرنامج و50% بيكون دور هذا المسؤول. بالأمس أو أول أمس يوم الخميس كان احتفال مصر والعرب بالذكرى 68 لذكرى ثورة 23 من يوليو عام 1952. هذه الثورة المجيدة التي قام بها أبناء الشعب المصري من أبناء القوات المسلحة، الزعيم الراحل خالد الذكر جمال عبد الناصر وزملائه الكرام الأفاضل الذين وضعوا تنظيم الضباط الأحرار الذي وقف في وجه الملك الذي كان يحمي مصر كمستوطنة بريطانية وكان محمي حتى مقر إقامته كان محمي من الإنجليز. فرفض جمال عبد الناصر وصحبه الكرام من الضباط الأحرار هذا الوضع، وبعد الإهانة وبعد الخيانة التي حدثت للجيش المصري في حرب فلسطين والأسلحة الفاسدة والفساد الذي استشرى في نظام الحكم الملكي بقيادة فاروق وأعوانه، كان لابد من تحرك أبناء الوطن. وزي ما قالت كوكب الشرق عندما سئلت في إحدى أعياد ثورة يوليو، بيسألوها يا ست الكل بما تصف هذه الثورة، قالت هذه الثورة التي جعلت مصر تحكم بأيدي أبنائها أو يكون مسؤولا عنها أحد أبنائها منذ زمن طويل جدا وزمن كبير جدا.
ثورة 23 يوليو لا شك أنها صحبة أيادي بيضاء على كل المواطنين المصريين. يعني مجانية التعليم، مجانية التعليم اللي الكل استفاد منها، اللي أصبح ابن الفلاح البسيط وأهالينا الفلاحين على راسنا من فوق أصبح بيتعلم وبيكون أستاذ في كلية الطب وبيكون عميدا لهذه الكلية ورئيسا للجامعة. أرست مبدأ العدالة الاجتماعية، وهذا مبدأ كان من أول المبادئ الستة وأهمها في انطلاقة ثورة 23 يوليو، اللي هي تحقيق العدالة الاجتماعية. يأتي بعد مجانية التعليم القوانين الإصلاح الزراعي. حضراتكم عارفين أن مصر كانت متقسمة إقطاعيات، يعني كل إقطاعية مديرية زي الغربية، مديرية زي الغربية كان مثلا موجود فيها أحمد باشا المنشاوي بلديات ابن السنطة، لكنه راجل كان وطني. الوقائع والأحداث بتقول إنه أحمد باشا المنشاوي كان وطنيا وكان مرتبط بالناس، يعني ما تركه يدلل على هذا مستشفى المنشاوي والمعهد الأزهري والوقف الأهلي اللي عمله آلاف الأفدنة لكي تخدم هذه المشروعات العامة. المهم، لكن كان مسألة إنه هو يملك 3-4 آلاف فدان، يعني كان أحمد باشا المنشاوي هنا وفي كل محافظة فيها يعني كام اسم كده. فجاء قانون الإصلاح الزراعي ليوزع هذه الملكيات على كافة المواطنين، كل واحد حسب عدد أسرته وكل واحد. فأصبح هناك عدالة اجتماعية في مسألة أيضا توزيع الأراضي ومصادر الرزق. حاجات كتيرة قوي. النهضة الصناعية التي حدثت بعد ثورة 23 يوليو والمصانع العملاقة الضخمة جدا وإعادة بناء القوات المسلحة ومشروعات كتيرة جدا بدأت أيضا مع ثورة 23 يوليو. كذلك أيضا على المستوى السياسي، مصر كانت من أوائل الدول التي تحررت في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة إفريقيا، فكانت هذه الثورة هي الملهمة لكافة الدول وكافة الشعوب للتحرر. كذلك أيضا على المستوى الدولي، الزعيم جمال عبد الناصر كان من الزعماء المعدودين. كان هناك الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي والكتلة الغربية بقيادة الولايات المتحدة، فكان الزعيم جمال عبد الناصر وجواهر لال نهرو الزعيم الهندي الكبير وتيتو أسسوا ما يعرف بدول عدم الانحياز، ودي كانت مجموعة كبيرة جدا. دي كانت قوة ثالثة على مستوى العالم. كان أحد قادتها الثلاث هو الزعيم خالد الذكر الزعيم جمال عبد الناصر رحمة الله عليه. فكان وجود مصر يعني فوق ما نتخيل، اللي هو دلوقتي نقدر نقول أن مصر بتستعيد مكانتها الدولية رغم الظروف ورغم التهاب المنطقة، لكن نسير في خطى ثابتة إن شاء الله. ده كانت نبذة عن ثورة 23 يوليو. زي ما تعودنا مع حضراتكم إن احنا ما بنتأخرش عن أهالينا. الأستاذ الدكتور سيد أحمد بدر الدين، الأستاذ مركز البحوث الزراعية ونائب رئيس نقابة الفلاحين بالغربية، هو أحد أبناء كفر شيشتا الكرام وبيتولى الخدمة العامة يعني والمصالح العامة. بعت لي مشكلة، يعني قرية كفر شيشتا أهالينا الكرام في مركز زفتة مشكورين، مركز زفتة في الغربية مشكورين، تبرعوا بقطعة أرض علشان ينشؤ عليها مدرسة باسم الحاج علي راغب منى الإعدادية بكفر شيشتا. قطعة أرض يعني ثمنها فوق 4-5 مليون جنيه. زي ما الدكتور سيد أحمد مشكورا كاتب لي في رسالة على الواتس، تمت الموافقة من معالي المحافظ الأسبق السيد اللواء أحمد ضيف صقر ربنا يديله الصحة، تم إدراج المدرسة، هذه المدرسة المتبرع بأرضها ضمن 7 مدارس في مركز زفتة. والآن المشكلة داخل لحضراتكم على المشكلة اللي هو بيشتكي منها. نحن في حاجة لمعاينة هيئة البيئة أو جهاز شؤون البيئة، يعني مش اسمها هيئة البيئة، جهاز شؤون البيئة بالغربية، حيث انه هيئة او جهاز شؤون البيئة عفوا ادرج في المعاينة انه يوجد مزرعتين للدواجن بالقرب من مكان الارض المتبرع بها.
على بعد 200 متر، بالرغم من هذه المزارع مهجورة ولا تعمل منذ نشأتها منذ أكثر من 20 عاما. طيب دكتور سيد أحمد بيقول: أغيثونا رحمة بأبنائنا الطلاب الذين يذهبون إلى مدرسة شيشة الإعدادية، وكثافة الفصل أكثر من 70 طالب، وفي عهد فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذكر السيد الرئيس أننا معا من أجل تعليم أفضل. فإن شاء الله يا دكتور سيد أحمد بإذن الله احنا أعطينا نبذة. لو حضرتك عايز تشرفنا يوم الثلاث تسجل المشكلة بشكل كبير وتسيب للزملاء الأفاضل صورة من المستندات الدالة على تلك المشكلة، واحنا على استعداد كبرنامج، ده دورنا واحنا تحت أمر كل أهلنا الكرام. إن شاء الله نكمل معاك ويكون لنا دور في حل هذه المشكلة في برنامج لست وحدك. معانا على الهواء الآن مباشرة للحديث عن الذكرى 68 لثورة 23 يوليو المجيدة الأستاذ الدكتور السيد مكاوي زكي، أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة المنوفية. أستاذنا الدكتور أهلا بحضرتك، شكرا على وجودك معانا. أهلا بحضرتك يا أستاذ شاكر. دكتور سيد، بعد 68 سنة أيوة اتفضل. بعد مرور 68 عام على ثورة 23 يوليو المجيدة، وهذه الثورة التي سميت بالثورة البيضاء لم ترق فيها نقطة دم واحدة، وأثرت في الحياة السياسية المصرية والحياة الاجتماعية المصرية، بل وامتد أثرها إلى الدول الإفريقية والدول العربية. كيف تنظر إلى هذه الثورة بعد هذه السنوات الطوال يا دكتور؟ الحقيقة طبعا يمكن تلخيص تاريخ ثورة 23 يوليو بأنه نقطة تحول. اتفضل. نقطة تحول في تاريخ مصر، نقطة تحول في تاريخ الشعب المصري، نقطة تحول في تاريخ المنطقة العربية، ونقطة تحول في تاريخ المنطقة الإفريقية والآسيوية. نعم. نقطة تحول في تاريخ مصر لأنها فاصل بين عهدين. نعم. العهد الملكي والعهد الجمهوري. نعم. في العهد الملكي هناك نوعين من المواطنين: مواطن من الدرجة الأولى الملك والأمراء، نعم، ومواطن من الدرجة الثانية وهو المواطن المصري. نعم. نتيجة الثورة أصبح هناك مواطن واحد هو المواطن المصري، من أول رئيس الجمهورية إلى أي مواطن في المزارع المصرية والأراضي المصرية. نعم. أصبح هناك مبدأ المساواة، تم إلغاء كل الألقاب المدنية، الباشا والبيه وما إلى ذلك، وتم الاقتصار على لقب السيد فلان. نعم. كلقب مدني. نعم. على المستوى الاجتماعي انتهى عصر البشوات، انتهى عصر الإقطاع، انتهى مجتمع النص في المية. نص في المية من المجتمع يملكون كل شيء، و99.5% من المجتمع لا يملكون شيء. شغالين عندهم حضرتك، شغالين عندهم. نعم نعم. نعم. طبعا بعد أشهر قليلة من الثورة تم إقرار قانون الإصلاح الزراعي. تمام. اللي صادر حوالي 1 مليون فدان، استفاد منهم حوالي 1.5 مليون مصري. نعم. 1.5 مليون أغلبهم كانوا لا يمتلكون أرض لا بالإيجار ولا ملك. نعم. يعني اللي كنا بنقول عليهم تملية. تمام. كانوا يعملون أجراء باليومية. تمام. إذا توفر هذا العمل، البرلمان المصري في العهد الملكي كان بيناقش مشكلة الحفاة. نعم. إن عندنا عدد كبير من المصريين يسيرون في الشوارع حفاة. نعم. ده كان حال المجتمع المصري قبل ثورة 23 يوليو. نعم. الفقر، الفساد، الاحتلال. ثورة 23 يوليو أنهت الاحتلال البريطاني اللي دام في مصر 72 سنة. نعم. الملكية قبلت على نفسها أن تكون في تحالف مع الاحتلال. نعم. يترك الملك يحكم في الشؤون الداخلية مقابل أن يسمح باستمرار الاحتلال. وطبعا ده سيادتك نقدر نقول وضع مصر في أتون حربين عالميتين،
ومقابر العالمين والغام العالمين شاهده على هذا. نعم، اتفضل. وهي حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل. نعم نعم نعم. يعني كنا ندافع فيها مجبرين عن المصالح البريطانية أو مصالح المحتل الذي نعاني نحن من احتلاله. نعم. وطبعا بالإضافة إلى طبعا هزيمة 48 أو نكبة 48 اللي زج فيها بالجيش المصري، وهو لم يكن مستعدا لهذه الحرب، وتم قبول وقف إطلاق نار مع العصابات الصهيونية. وطبعا قبول وقف إطلاق النار كان بيصب في مصلحة العصابات الصهيونية. يعني كان وضع مأساوي. ودعنا نتذكر أن بذور الثورة بدأت هناك، بدأت في الفلوجة. نعم، بدأت في الفلوجة. نعم. بعد حصار 180 يوم. نعم. لأحد الكتائب المصرية اللي كان بيقودها جمال عبد الناصر. وأثناء هذا الحصار جرت حوارات بين الضباط المصريين وعلى رأسهم جمال عبد الناصر وزملائه عن حال مصر في الحرب وحال مصر في الداخل ومعاناتها من الفساد. من القصص الشهيرة ان رجال الاعمال في ذلك الوقت ايام الملكية كل من كان له مصلحة ويريد ان يقضيها من الملك يذهب لمقابلة الملك في احد النوادي، يلعب قمار، يخسر عدة آلاف من الجنيهات امام الملك. فتقضى مصالحه في اليوم التالي. الوزارات كانت بتتغير لدرجة ان الناس لم تكن تتذكر اسماء الوزراء من كثرة تغيير الوزارة. يعني حالة عدم استقرار سياسي، حالة فساد سياسي، حالة فساد مالي، حالة فساد في الشؤون العسكرية. كل ده كان محتاج تغيير، أو خلينا نقول كان محتاج ثورة. وده اللي حصل في مصر. ثورة أنهت الملكية وأنهت الاحتلال وبدأت عصر من الحرية وبدأت عصر الجمهورية. وبدأت مصر تلعب دور في المنطقة وتلعب دور في إفريقيا وفي آسيا. وعلى الوضع الدولي أيضا، على المستوى الدولي. نعم. من خلال تأسيس كيان دول عدم الانحياز حضرتك. بالضبط. معظم حركات التحرر في العالم العربي كانت مدعومة من مصر، سواء كان في الشرق في الخليج العربي أو في شمال إفريقيا. سواء كان في ليبيا او في تونس او في المغرب او في الجزائر وفي اعماق افريقيا ايضا الكونغو. نعم. وان كانت قضيه الجزائر كانت الابرز، لان معظم تسليح الثوار كانت بتتحمله الميزانيه او الماليه المصريه. التدريب كان بيتم في مصر للثوار الجزائريين. يعني تقريبا احنا كنا في حرب غير معلنه مع فرنسا. دعنا نتذكر ان احد اسباب العدوان الثلاثي كان دعم مصر للثورة الجزائرية. لأن الفرنسيين اعتبروا أن العقل المدبر للثورة الجزائرية والعقل النبض هو الدولة المصرية بقيادة جمال عبد الناصر. هو الدولة المصرية. نعم. وبالتالي إذا تم إسقاط النظام الجمهوري في مصر وتم إسقاط الضباط الأحرار على رأسهم جمال عبد الناصر، سيسهل القضاء على الثورة في الجزائر اللي كانت بتعتبرها فرنسا، يعني زي ما نقول فرنسا الجديدة، ان الجزائر ليست دولة عربية وانما هي امتداد طبيعي لفرنسا. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ الدكتور السيد مكاوي زكي، استاذ التاريخ الحديث بكلية الاداب جامعة المنوفية. شكرا جزيلا لسيادتك. اهالينا الكرام ما زالوا بيرسلوا بمشاكلهم. مشكلة قادمة من مدينة المحلة منطقة الوراقة. أستاذ رمضان الطبلاوي بيشتكي من إنه هذه المنطقة منطقة الوراقة، أنا ما أعرفش يعني دي في أول ولا تاني يا أستاذ لو تكرمت، دي فيها مشاكل مزمنة في مياه الشرب، ضعف مياه الشرب والصرف الصحي. ما أعرفش هو بيقول كده مبالغ ولا إيه، بيقول بقالها سنين، هو كاتب 100 سنة بس هو الصرف بقاله 100 سنة يا أستاذ رمضان، ما علينا. يعني بيقول عايز يعبر انه منظومة الصرف الصحي ومواسير المياه ومنظومة المياه الشرب والصرف الصحي في منطقة الوراقة في المحلة الكبرى. مش كاتب لي في اول ولا في تاني، يا ريت تكتب لي. عشان كده بوجه الكلام للسيد الفاضل المهندس عادل عطية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الغربية ونقيب المهندسين ايضا. يا باشمهندس عادل، منطقة الوراقة بعت لي شكوى ساخنة جدا من سوء
شبكة مياه الشرب والصرف الصحي في هذه المنطقة محتاجة نظر. كذلك أيضا بيقولوا الإضاءة الخاصة بطريق المقابر، طريق المقابر أيضا. مقابر إيه يا أستاذ رمضان لو تكرمت؟ يعني واضح المقابر اللي قريبة من المنطقة ديت أيضا الطريق مظلم. بيقولوا لو عندنا حالة وفاة أو حالة دفن متوفى بالليل بتبقى مشكلة كبيرة جدا، ما ينفعش كده هما بيقولوا. فأيضا يبقى الكلام ده الدكتور حسن يونس حاضر نائب رئيس جامعة الدكتور حسن يونس حبيبي. طب يبقى اوكي تمام ابن قطور المحترم. طيب يبقى انا كده نكمل المشكله بتاعت منطقه الورقه دي. الاستاذ الدكتور حسن يونس نائب رئيس جامعه كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث وابن محافظه الغربيه ومركز قطور المحترم. استاذنا الدكتور اهلا بحضرتك، برحب بوجودك معايا. اهلا بك يا فندم في جامعه كفر الشيخ. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بيك دكتور حسن، عايز اعرف من سعادتك العام الدراسي الجديد عام بعد كورونا، هل هيكون عام مختلف واستعدادات مختلفة وبداية مختلفة؟ طبعا ان شاء الله العام القادم 2021 هيكون عام مختلف عن الاعوام السابقة. نعم. من حيث بداية تفعيل نظام التعليم الهجين. نعم. والتعليم الهجين ده هو هيبقى عبارة من 30 إلى 40% عن بعد الكليات العملية والصحية والبيطرية، وحوالي من 40 إلى 50% عن بعد للكليات النظرية. نعم. من هذا المنطلق طبعا الجامعة قامت بإعداد الخطة الدراسية للعام القادم من حيث عدد دراسي عدد الطلاب متوقع دخولهم للجامعة، وأيضا العوامل الموجودة تفعيل نظام التعليم الهجين عن طريق ان ممكن اقسم الدفعه الى مجموعات تدريسيه صغيره بحيث ان المجموعه ما تزيدش عن 50 طالب في القاعات الكبيره. نعم. او داخل المعامل الدراسيه المجموعه حوالي 15 طالب. نعم يا دكتور. من هذا المنطلق برضه الجامعه بدات تفعل تقويه البنيه التحتيه لنظام التعليم الهجين بشراء سيرفرات جديده، بتقويه الراوترز الموجوده بالكليات اللي موجوده بالجامعه، اعداد المنصات التعليميه الالكترونيه بحيث ايضا توصل التواصل بين الساده اعضاء التدريس والهيئه المعاونه. نعم. ايضا برضه الجامعه حطت نظام لاتباع الاجراءات الاحترازيه لمقاومه الفيروس كورونا داخل القاعات، تطهير مستمر، المعامل تطهير مستمر، الادوات، الاشتراطات الموجوده، اللافتات الموجوده على ابناء الطلاب، بوابات التعقيم اللي هي في داخل الجامعه. كل بوابه الجامعه عليها 3 بوابات تعقيم ذاتيه مع قياس درجات الحراره لابنائنا الطلاب الموجوده. ايضا الجامعه من ناحيه الساده اعضاء التدريس بقت تعمل تدريس للساده اعضاء التدريس اونلاين على ازاي يعملوا بقى الباوربوينت والفويس، استخدام المنصات الجديده زي منصه الزوم، الويب ميتكس، الحاجات اللي هي الحديثه كلها. برضه بقت الجامعه تعمل خطه لصيانه الاجهزه والمعدات للعام الدراسي الجديد زي صيانه الاجهزه، شراء الكيماويات، شراء الزجاجيات، شراء الاجهزه والمعدات وفقا للخطه الخاصه بكل كليه مع الطلاب الموجوده منهم. برضه في هذا الاطار والتعليم عن بعد والتعليم الهجين برضه تعاقدنا مع الشركه المصريه لزياده سرعه الانترنت بالجامعه. كان عامل الماضي عندنا 200 ميجا، احنا السنه دي ان شاء الله 2021 عندنا 700 ميجا، لان ده هيبقى الضغط كبير جدا على الانترنت داخل الجامعه، وبالتالي لما نزود السرعه هيبقى الامور متاحه للساده اعضاء التدريس والطلاب والهيئه المعاونه. طيب. تخصيص مكان بالجامعه لاستيعاب عدد 600 جهاز حاسب آلي لكي يكون نواه لمركز الامتحانات الالكترونيه. ان شاء الله من العام القادم يبقى في الكترونيه بكليات المجموعه الطبيه زي مجموعه الطب وطب الاسنان
كليه العلاج الطبيعي، كليه التمريض، كليه الصيدله. ايضا برضه الجامعه عملت خطه متكامله لابناء الطلاب ليمارسوا انشطه طلابيه مع التركيز على الانشطه الطلابيه الفرديه والانشطه الثقافيه والعلوم والتكنولوجيا. واما الانشطه الجماعيه فاحنا عاملين خطه برضه كبيره، بس في انتظار بقى وزاره التعليم العالي هتشوف ايه الحاجات اللي هي الخاصه بها. برضه قمنا بتجهيز جزء كبير من المكتبه المركزيه بالجامعه للطلاب مع اتباع كافه الاجراءات الاحترازيه للطلبه وتزويد المكتبه المركزيه بالكتب والدوريات العلميه الخاصه بالطلاب. الحقيقه جامعه على قدم وساق لاستقبال العام الجديد، وبرضه كل كليه بدات تعمل خطتها في ازاي ايه المقررات اللي تعملها عن بعد، ايه المقررات اللي تاخد منها جزء عن بعد وجزء وجها لوجه، ايه المقررات اللي مش هينفع اعمل التعليم عن بعد لازم يكون مع التعليم وجها لوجه. ان شاء الله خلال شهر 7 ده مع اكتمال يعني الاسبوع ده ان شاء الله هتكون المنظومه اكتملت لدى الجامعه لاستقبال العام الجديد ان شاء الله رب العالمين. كل سنة وحضرتك طيب وربنا يعطيكم الصحة ويوفقكم. الأستاذ الدكتور حسن يونس نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشؤون الدراسات العليا والبحوث. شكرا جزيلا اللي معاليك يا فندم، أشكرك. سريعا عشان ننتقل إلى المشاكل اللي معانا. أستاذ رمضان طبلاوي بيقول إنه منطقة الوراقة دي تبع حي أول المحلة، والمقابر طريق المقابر اسمها مقابر الشهداء اللي هي ما فيهاش أعمدة إنارة. إذن بنضع المشكلة بشقيها، شق مياه الشرب والصرف الصحي نشدنا فيه وخطيبنا المهندس عادل عطية مشكورا رئيس الشركة. وموضوع الأعمدة ده في اختصاص الحي أيضا بنوجهه. وعايز أدعي الأستاذ رمضان أو من ينوب عنهم يجي يشرفنا يوم الثلاث الساعة 2 الظهر يعني يتكلموا عن مشكلتهم على أساس أيضا نوصلها ونأكد معاهم فيها مع السادة المسؤولين. انتقل للمشاكل يا جماعة. طيب ناخد فاصل ونرجع نناقش بقية المشاكل اللي معانا النهاردة. معانا حوالي 4 مشاكل و4 مظالم، 2 عبر الفيديو و2 عبر البريد. هنتناولهم إن شاء الله. ويكون معانا أيضا السيد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، علشان في نشاط ملحوظ لمديرية التموين بالغربية، حملات مستمرة لضبط الأسواق والقضاء على السوق السوداء وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات. حاجات كتيرة جدا هيكلمنا عنها معالي الوكيل مهندس محمد أبو هاشم بعد الفاصل. وأنها تقبع تحت نير الاحتلال البريطاني في حالة مزرية من الضعف والتخلف. يستنزف الاستعمار قواها ويعتصر خيراتها ويتحكم في إرادتها ومقدراتها. ضباط لم يفارق خيالهم مرارة الهزيمة في حرب فلسطين. هزت ضمائرهم ما آلت إليه أحوال وطنهم من سوء وفساد وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ربوع البلاد، فعقدوا العزم على تحرير وطنهم واستعادة كرامة شعبهم. طريق الثورة طريق مصر، طريق الثورة طريق مصر، عاش الجيش وتعيش يا مصر، عاش الجيش وتعيش يا مصر. من يوم ما ثورتنا عرفنا وحالي قلبنا ومالي مصر انتصار مع كل طبق على أمتنا، أمة أحرار كلها صورة. أهلا بحضراتكم من جديد. أجدد لكم التحية في هذه الحلقة من برنامج لست وحدك على شاشة قناة الدلتا الفضائية. المشكلة الأولى معانا النهاردة وردت إلينا أو تم تسجيلها أمام كاميرا البرنامج. المواطن مصطفى محمود محمد العبد من عزبة حليم مركز أطول بيقول: تقدمت زوجته نادية نعمان مرسي بتقديم الأوراق إلى الشؤون الاجتماعية للحصول على معاش تكافل وكرامة منذ 2 سنين. لديهم أطفال في مراحل التعليم وتمت الموافقة على الطلب وتم الحصول على فيزا للصرف. تم وقف الصرف بحجة إن أولادي في مدارس خاصة. هذا غير صحيح. وتم أيضا وقف حصة التموين
الراجل ضاع. وتقدمنا بالتظلمات وتم تقديم المستندات الرسمية الدالة على ذلك، وعلى الرغم من ذلك لم يتم صرف الحصة التموينية أو صرف المعاش حتى الآن، وهو يبلغ من العمر 50 سنة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة إعاقة بالعين. المطلوب الحصول على الحصة التموينية معاش تكافل وكرامة. يكون معنا طبعا مهندس محمد أبو هاشم، مهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين هيكون معانا. أعتقد المهندس محمد هيرد على المشاكل المجمعة يا جماعة ولا هيبقى معايا دلوقتي؟ هيرد على المشكلة دلوقتي. طيب طيب يفيدنا ماشي. طيب هنعرض المشكلة، وهيكون بعد عرض الفيديو إن شاء الله يكون معنا المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية بعد متابعة هذه المظلمة. نتابع. مصطفى محمود محمد الليلي. منين بقى؟ من قطور. ايه المشكلة اللي عندك؟ والله المشكلة تقدمت لمعاش تكافل وكرامة، ثم جت الفيزا وقال لك انت بعد ما جت الفيزا قال لك الفيزا ما بتصرفش عشان مدرسة خاصة. قلت له ما انا ما عنديش مدرسة خاصة ومعايا مستنداتي بتقول كده، انا هجيب مدرسة خاصة منين؟ وانا راجل لا انا موظف ولا انا هيجي لي منين مدرسة خاصة يعني؟ فشهر واحد ووقف التموين راخر برضه تحت مدرسة خاصة، وانا لا عندي مدرسة خاصة ولا عندي دي ولا دي. ورحت لكل وزارة قال لي انا عايز بالنسبة للتموين طلب ورقي، قدمت لسيادته طلب ورقي من يجي 5-6 اشهر ويبقى الحال على ما هو عليه، لا جاني رد ولا جاني بتاع الفيزا بتاع تكافل وكرامة. رحت لكل وزارة نفس الوضع برضه، لا جاني رد من سيادته ولا قال المدام هتقبض امتى ولا هتنحل المشكلة امتى. وانا معايا مستندات ان انا ما عنديش ألف مدرسة خاصة خالص، ولا عندي اقسم بالله ولا عندي عيل خد بلون. لو عندي عيل خد بلون هقول لك خد بلون، انا ما عنديش عيل مدرسة خاصة خالص. وانا مش عاوز الا حقي بس، مش طالب منك الا حقي بس، انا عايز حقي خلاص. إذن الحاج دلوقتي مشكلته إنه ما يعرفش البيانات هم جابوها منين. هو أكيد جاب ما يفيد أو أحضر ما يفيد إن ولاده لا في مدارس خاصة ولا حاجة، وهو يعني إيه حاله يغني عن إجابته. فإن شاء الله نشوف الباشمهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، أكيد هو بيهتم بمثل هذه الحالات لأنه مسؤول محترم بيضع نفسه مكان المواطن في حالات كتيرة جدا، راجل شرقاوي أصيل يعني. أيضا طيب ما على الهاتف الآن للرد والتعقيب على هذه المشكلة السيد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين في الغربية. سعادة الوكيل أهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ شاكر. كل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة يا باشا. يعني حضرتك هذا المواطن البيان اللي جه على سبيل الخطأ انه ولاده في تعليم خاص او في تعليم يعني راقي، وبناء عليه بعد ما كان معاه الفيزا تم وقفها وتم وقف التموين. فحضرتك زميلة نسرين شعير قالت ان هو جه لحضرتك وحضرتك بحثت مشكلته، ماذا تم سعادة الوكيل؟ هو اولا بناء على تعليمات وزير التموين تم تشكيل لجنه في 1/1/2020 وتم قبول تظلمات كل من يتقدم بالتظلمات بتاعته، سواء كهرباء سواء مدارس خاصه سواء اراضي زراعيه، يعني كل من له الحق قبلنا التظلم بتاعه وتم المراجعه وتم ارسال المستندات الى معالي الوزير. والحمد لله احنا تواصلت انا شخصيا بالوزاره مع الوزير وقام بمراجعه التوقيع على الكشوفات اللي احنا بعثناها، وكان ان شاء الله من الشهر اللي فات، وهو سيادته قام مشكورا بالتوقيع وإلى الانتاج الحربي، وان شاء الله يعني قريبا ان شاء الله هتكون في صرف لجميع الناس اللي عملت ظهور ان شاء الله.
ربنا يطمن حضرتك. الله يبارك فيك. حضرتك في تعاون جميل وتعاون من اجل الصالح العام بين مديريه التموين ومباحث التموين واحيانا الجهاز المحترم جهاز الرقابه الاداريه، هيئه الرقابه الاداريه. هذه فلسفه هذه الحملات واستمراريتها، وانها ممكن تكون بعد الفجر الساعه 5 الصبح، يعني فلسفه هذه الحملات وجوهرها يا سعاده الوكيل. والله فلسفه هذه الحملات، اولا احنا بنعمل تشكيل حملات مكبره صباح في الساعه 4:30 عشان المرور على جميع المخابز لمتابعه الاوزان والمواصفات وتهريب الدقيق ومراجعه الحصص اللي موجوده على الماكينه والعيش اللي بتهرب وينباع في السوق السوداء. فاحنا في حملات مكبره شغالين ومتابعين المخابز، وفي حملات ثانيه مكبره لجميع الانشطه بواسطه الرقابه التموينيه والاشتراك مع الصحه والطب البيطري والصيادله والمباحث التموين. والنهارده زملاء في بسيون قاموا بضبط مصنع ملح سياحات بيقوم باستخدام علامات تجاريه ويعبيها في اكياس ويبيعها وعنده ماكينه طحن. الكلام ده لسه النهارده طازه يا سعاده الوكيل؟ لسه سيادتك راجع من الشغل لسه طازه؟ لسه النهارده تم ضبط، مع ان النهارده اجازه. يعني حضرتك كده شغالين والله ما عندناش اجازات، احنا ما عندناش اجازات ولا يوم ولا سبت ولا جمعه، مش عندنا اجازات. احنا في بسيون الحمد لله. ومخللات، براميل مخللات حوالي 30 برميل مخلل جزر. حتى المخلل سيادتك حتى المخلل حضرتك ما سبتهوش؟ ما هو المخلل مجهول المصدر واساسا محطوط فيه ملح سياحات. الملح السياحات ده اللي هو بيجي من الملاحات، اللي هو غير مكرر وغير مصرح من وزاره الصحه، والحاجه دي بتسبب امراض وتسبب سرطانات للمواطنين. فتم التحافظ عليه وتم التحافظ على ماكينه الطحن اللي موجوده اللي هي بتطحن الملح، ونعمل محضر وتم عرضهم على النيابه. الكلام دي النهارده. يلا معاهم ربنا. بقول لحضرتك اتفضل. الزملاء كاتبين لي 13 مخالفه تموينيه بمركز طنطا، صرف 5 شكارة دقيق بلدي مدعم، تسجيل كميات وهميه بعدد 7 شكارة دقيق بلدي مدعم، وعدد 6 قضايا انتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن وغير مدعم. انتوا كده ما بتناموش يا سعاده الوكيل؟ يعني سيادتك احنا شغالين، احنا بنشتغل يمكن لو قلت لك 24 في 24 شغالين الحمد لله، في فترات مسائيه وفترات صباحيه. ومركز التموين مركز طنطا دي عباره عن حمله ثلاث لمرور على المخابز، وضبطت هذه المخالفات الضرب الوهمي والعيش اللي هو مجمع لبيعه في السوق السوداء، ياخدوا من المنطقه اللي هي اساسا موجود فيها المخبز لخدمه اهل البلد، ويروح يبيعها في مكان ثاني ازيد من السعر بقصد التربح. فدي تم ضبط الحاجات دي ونعمل محضر. وبرضه الدقيق اللي هو بتجميع دقيق عشان يبيعوا برضه في السوق السوداء. اذا حملاتنا مستمره وكل مخالف مش هنسيبه. يعني ان شاء الله يعني في عقاب شديد لكل من يقوم بتهريب الدقيق او الخبز او اعمال فاسده ضد في وجود الشعب، يستولى على وجود الشعب، مش هنسيبه. قضية غريبة يا سعادة الوكيل مكتوبة لي أيضا، الزملاء كاتبينها في زفتة 4 طن ملح مجهول المصدر. 4 طن ده بيعمل أيوة. يعني هو بيجيب ملح من اللي هو يعني ممكن يسبب تعب للكلى والكلام ده ويقعد يعبيه. انتوا ظبطوه اساسا حضرتك؟ يا باشا دي عبارة عن مصنعين، عبارة عن مطحنين في زبدة، وتم ضبط 4 طن ملح. وفي المكان ده عبارة عن مكان تحته 120 متر، وفيه ماكينة طحن، وفيه أكياس، وفيه شكاير جاية من الملاحات زي ما قلت لحضرتك، عبارة عن ملح غير صالح للاستخدام الآدمي، ودي ملح جاي من الملاحات. وسيادتك بيدخل على ماكينة الطحن
تطحنه ويستخدم كعاداته في اكياس صغيره، ويبيعها للمواطنين بانه ملح صالح للاستهلاك الادمي. دي تم ضبطه وده تم عرضه على النيابه في هذه المخالفات. نعم. طيب عايز ايضا من بين الانشطه حضراتكم اللي شغالين عليها ضبط 162 كيلو لحوم مفرومه غير صالحه للاستهلاك الادمي. هو ما زال وقبل بيعها للجمهور داخل احدى الثلاجات بدائره كفر الزيات. انتوا وصلتوا كده كفر الزيات. هو المواطن اللي حضراتكم بتضبطوه ده بتقوموا بعملكم هو معدوم الضمير لهذه الدرجه يا سعاده الوكيل؟ انا عايز حضرتك بعد ما تتكلم عن نشاط يعني قلة الضمير، يعني عشان يكسب جنيهين يعني يسمم مواطن يثق فيه او يجي ياكل عنده سندوتش او ياكل عنده حاجة او يشتري منه حاجة. بعد حضرتك ما تقول لي عن النشاط ده عايز رسالة للمواطن اللي هو التاجر اللي ربنا هيحاسبه قبل ما انتوا تحاسبوه. اتفضل يا فندم. اولا كانت في حملة في كفر الزيات ورحت في مطعم مشهور، وبص طبعا بص على الصلاحيه، التفتيش على الصلاحيه، وكان معاهم التقريب وبيبص على الصلاحيه. فطبعا الصلاحيه لقوا الحاجات اللي موجوده في الثلاجات اللي معده للمواطنين. نعم. للمعده للتسويق للمواطنين دي تاريخ منتهي الصلاحيه، فتم التحفظ على دي وتم تحرير محاضر. فطبعا صاحب المطعم المشهور مش يهمه ان هو يسمم المواطن، ولا يهمه كده، يهمه ان هو عايز يتربح باي شكل من الاشكال. مش يبص ان في حساب في الاخر، لا، ده بيبص ان هو ازاي بدل ما ارمي الحاجه المنتهى الصلاحيه دي واعدمها، لا، ده هو بيبيعها، بيدخل عليها بعض التوابل علشان يغير طعمها، علشان يعمل تسمم بالمواطنين، وبدل ما فهو بده يكسب منا شيء. فهو مش يهمه، مش يعني اللي زي ده هيروح من ربنا فين؟ ما هو اذا كان واحد عارف ان هي منتهى الصلاحيه وبيدخل عليها توابل علشان يغير طعمها، علشان يعمل فساد، علشان يفسد، علشان يضر عشان البشر، يضحك يعني يخدع المواطن اللي هياكل عنده او يشتري منه، وفي سبيل هو عايز يتربح باي شكل كان. سريعا وباختصار يا سعاده الوكيل عشان الوقت حضرتك، الحملات موسعه على الاسواق والمخابز ومستودعات الغاز. عايزك تتكلم شويه على موضوع مستودعات الغاز من ناحيه سعر الاسطوانه، والمفترض هي في المستودع بكام، ولو وصلها المستودع الناس اللي هم بيسموهم السريحه ده ولا ما اعرفش بيسموهم ايه، لما يوصلها للمنزل تبقى بكام؟ وضح لي الامور ده عشان المواطن يبقى عارف حقه. والله هو بص، اولا الانابيب متوفره بكميه كبيره جدا في المستودعات، واحنا بنراعي المنطقه اللي هي مش فيها غاز، اللي فيها غاز طبيعي، نقلل الكميات الانابيب فيها ونوديها للمنطقه الاشد احتياجا. وطبعا سعر الانبوبه 65 جنيه، يعني لعند ما يوصلها لعند البيت يعني بناخد من 3 ل 5 جنيه في الانبوبه. نعم. قول حضرتك قلت بكام المستودع بكام؟ 65 جنيه. يعني قول ما فيش مشكله ياخد له 5 تبقى ب 70 يعني المفترض توصل ل 70 لحد المنزل، ما فيش، وكده سايب له 2 جنيه كمان عشان خاطر عيونه يعني. حسب المسافه وكده يعني في ربح. بشكرك شكرا جزيلا. كان في موضوع حضرتك، كان في ناس عارف حضرتك المخابز اللي هي الافرنج مش اللي هي بتاعه العيش العادي، كان معاهم موافقه حضرتك من بسيون وسيادتك يعني قلت يجوا نبحث معاهم المشكله بكره ان شاء الله. حضرتك موجود بكره ولا عندك ارتباطات؟ منتظرهم، انا موجود في المكتب من الساعه 8 صباحا ان شاء الله. يعني سيادتك ما عندكش جولات كده، مش هتعمل قضايا الناس بكره؟ لا، انا هنتظر بكره عشان في طبعا البوسطه وحل مشاكل الناس في اول يوم، وبعد كده ان مثلا لنا كده اخباريه كده ولا حاجه هننزل على طول نظبطها يعني حسب ربنا ما يبعت يعني. ان شاء الله. شكرا سعاده الوكيل، اشكرك. ربنا يعينك انت ورجالتك المحترمين. السيد المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه بالغربيه، شكرا جزيلا لسيادتك.
المشكلة الأولى الخاصة بالحاج مصطفى محمود محمد العبد، هي فيها شق تموين سعادة الوكيل طمنا بالنسبة لها، لكن فيها شق أيضا تضامن اجتماعي هيكون معانا فيها الأستاذ أشرف مصطفى بعد ما نعرض بقية المشاكل. الموضوع الثاني خاص ب إيمان عبد العال محمد حجاج من فيشة مركز طنطا، فيشة سليم يعني مركز طنطا، بتقول إنها تقدمت بالأوراق للشؤون الاجتماعية للحصول على معاش تكافل وكرامة، وذلك منذ سنتين، كله منذ سنتين، حيث أن لديها ولد عمره 3 سنوات والزوج لا يعمل ومريض ارتجاج بالمخ. تم عمل مساعدة لهم من الشؤون الاجتماعية لمدة 3 شهور ثم انقطعت. المطلوب الحصول على معاش تكافل وكرامة. أيضا هيرد علينا السيد الأستاذ الفاضل أشرف مصطفى مدير إدارة الضمان الاجتماعي بمديرية التضامن بالغربية. الموضوع الثالث أيضا تضامن اجتماعي، مها بدوي عبده من محلة زيات سمنود غربية، بتقول بحصل على معاش مطلقة 360 جنيه وعندي 54 سنة وبسكن بالإيجار ب 500 جنيه ولديها ولدين، واحد مريض والثاني يعمل باليومية وهي مريضة قلب وضغط. المطلوب الحصول على أي مساعدات. أيضا هيرد علينا الأستاذ الفاضل أو زيادة قيمة المعاش إن أمكن. هيرد علينا الأستاذ الفاضل أشرف مصطفى مدير إدارة الضمان الاجتماعي بالغربية. أستاذ أشرف جاهز يا جماعة؟ جرس. طب نعرض المشكلة الأخيرة ديت اللي جه معايا. طيب أوكي ماشي. أوكي. معي على الهاتف الآن لبحث هذه المشاكل السيد الأستاذ الفاضل الأستاذ أشرف مصطفى مدير إدارة الضمان الاجتماعي بمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية. أستاذ أشرف أهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك شكل بيه. كل سنة ومعاليك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. حضرتك الموضوع الأول مصطفى محمود، واضح ان حضرتك في الشارع في شغل يعني في مرور ولا حاجه؟ انا بره في الشارع تحت امر حضرتك. ربنا يعينك. مصطفى محمود محمد العبد من عزبة حليم مركز قطور. سامعني يا استاذ اشرف؟ سامعني؟ سامع حضرتك. حضرتك اتقدم باوراق الشؤون الاجتماعيه الحصول على معاش تكافل وكرامه منذ سنتين وحتى الان بيقول لازم اقول لحضرتك تم الموافقه على الطلب وتم الحصول على فيزا للصرف ثم تم وقف الفيزا بحجه انه عنده ولاده في تعليم خاص، تعليم دولي يعني، والراجل فلاح زي حالتنا يا استاذ اشرف. تمام. اتفضل يا علي. هو انا عاوز بقى الفت نظر حضرتك لحاجه. الحاج مصطفى جالي المكتب بتوصيه من حضرتك من الاسبوع اللي فات. تمام. او القبل اللي فات. تمام. وعملنا له مساعده لمؤسسه التكافل الاجتماعي يصرف مساعده فوريه. جميل يا باشا. الحاجه الثانيه حضرتك بنعمل تظلم ليه في حال ان هو بيجيب لنا ما يفيد ان هو الاولاد في مدارس حكوميه مش في مدارس خاصه، بنقبل التظلم بتاعه ونقدمه. ده اللي حصل بالفعل. نعم. وان شاء الله باذن الله يتقبل التظلم بتاعه في حال ان ابنائه مش في مدارس تعليم خاص. تمام يا فندم. تمام. حسب ما تقدم اليه. تمام يا فندم. الموضوع الثاني، المشكله الثانيه يا اشرف باشا، ايمان عبد العال محمد حجاج، دي حضرتك من فيشة سليم مركز طنطا. هي ايضا بتقول تقدمت لاوراق شؤون اجتماعيه منذ سنتين، لديها ولد عمره 3 سنين والزوج لا يعمل. المهم يعني هي عايزه انجاز في موضوع اوراقها حضرتك، وهي تبع فيشة سليم. هو طبقا لمعايير الاقصاء هي اتقدمت في 2019 وطلع غير مطابقه لشروط الصرف، درجه الفقر اعلى من درجه خط الفقر المطلوب. تمام يا فندم. عمل التظلم حضرتك في 2018. نعم. وحصلت على درجه فقر اعلى برضه. نعم. وتقدمت في 2020 وطلعت غير مطابقه لشروط الصرف. ان شاء الله بنتقدم تاني نعمل لها تظلم للمره الرابعه. وان شاء الله تكون درجه فقر اقل لعل تقدر على البيانات انطباقا لقاعده بيانات المعدل. انا ليا تساؤل يا استاذ اشرف باشا في الموضوع ده. اتفضل. يعني حضرتك الوزاره مشكورا وزاره التضامن وضع برنامج كمبيوتر راقي جدا ومتقدم جدا هو اللي بيحدد مدى استحقاق من عدمه بالنسبه للمواطن المتقدم. تمام. لكن انا عايز اتكلم في نقطه حضرتك تهتم بيها والسيده الاستاذه امان الندري وكيل الوزاره تهتم بيها والساده مدير الادارات. تمام. مساله المتابعه والمحاسبه ايضا
لما موظف اللي حضراتكم بتكلفوه ينزل يرفع البيانات دي على التاب اللي هو في ايده، لانه مواطن اللي كان قدامنا امامنا على الشاشه الان على الفيديو واحنا بنعرض الفيديو، مصطفى محمود محمد العبد، راجل يعني فلاح، راجل كده فاضل محترم فلاح، يعني حالته بتقول ازاي اللي يدخل البيانات حضرتك يلففوا شمال ويلففوا كعب داير ويقول ان ابنائه في مدارس خاصه. هذا بعتبره لهذا الموظف اللي رفع البيانات هو مزور في مستندات رسميه. انا بعتبره انه زور بيانات رسميه، انه يقول عم الحاج مصطفى محمود محمد العبد عنده ولاد في مدارس خاصه وهم اولاده اساسا مش في التعليم. ما يقدرش يكتب كده على قاعده البيانات. كيف حضرتك؟ وضح لي، وضح لي يا استاذ اشرف. تمام. هو المسجل على التابلت او بحث الاستماره ما يقدرش حضرتك يكتب على الاستماره ابدا ان عم مصطفى ده عنده اولاد في مدارس خاصه الا لما يكون معاه مستندات ومصوره موثقه بالاستماره. ممكن يكون سجلها بالاستماره وهو قاعد بيسجل، فسجل بيانات بالخطا، تطلع خطا في المحتوى او خطا في الاستماره نفسها، نسجل ابناء غير الابناء. ده انا بقول لحضرتك كده، انما ما يقدرش يسجل ابدا باي حاجه. احنا بنراجع التظلم بتاع المواطن ده تاني، بنشوف الجوابات بتاعته الفعليه اللي هو جابها من الاول خالص وتقدم بيها للحصول على المساعده، لو لانه الراجل ده كان خد فيزا حضرتك. لما اخذ فيزا اتمررت على المعادله تاني، المعادله اللي وقفتها مش المسجل او بحث استماره، هو كان معاه فيزا بالفعل. لما اتمررت على المعادله طبقا لقاعده البيانات، انا عندي بيانات المدارس الخاصه، التموين، المرور، فطلعت بالخطا ممكن سجلت ان عم مصطفى عنده ابناء في المدارس الخاصه. احنا بنراجع تاني حضرتك ونعمل التظلم بتاعنا ونبدا نسجله على قاعده البيانات من اول وجديد تاني. وفي حاله ان هو مستحق ترجع له حتى رجع. نعم نعم. لكن احنا ما نقدرش نسجل ابدا، ده المسجل يقدر يسجل الا لما يكون معاه المستند لانه بيصوره ويرفقه على قاعده البيانات. طالما عم مصطفى ده طلع له فيزا مستحق، قاعده البيانات بتتمرر كل 3 شهور على المعادله الاحصائيه. نعم نعم. بتتمرر على المعادله بالرقم القومي، يطلع الراجل ده عم مصطفى عنده مدارس خاصه او عنده تموين او عنده مرور او عنده عقارات او عنده مال حره، بتتوقف من قاعده البيانات. احنا بنبدا نشتغل على التظلم بتاعه تاني من اول وجديد. لو مستحق بنمررها تاني وندخلها على قاعده البيانات، يبدا ياخد الاستحقاق بتاعه. طب حضرتك ثانيا بقى نرجع تاني بس بسيطه ثانيه. اتفضل حضرتك. احنا لسه مشكلين لجنه بتوجيهات الاستاذه امان النادي وكيل وزاره. اللجنه دي على مستوى المديريه لمتابعه اعمال التسجيل والفحص والاستمارات، شيء جميل، والمتابعه الميدانيه عشان نتحرى فعلا الدقه في وصول الدعم لمستحقيه بالفعل. طيب. ما يسجلش المسجل، ما يسجلش زي ما هو عاوز. نرجع تاني لايمان عبد العال محمد حجاج يا استاذ اشرف باشا. ايمان عبد العال. حضرتك هي وصلت لحضرتك ولا لسه؟ هي لسه ما جاتنيش، بس هي ايمان عبد العال قدمت 3 مرات. حضرتك قلت ان لا ينطبق عليها البرنامج، بيقول إن لا تستحق، غير مطابقه لشروط الصرف. طيب الحاله الثالثه معاليك مها بدوي عبده محله زياد سمنود غربيه. اتفضل سيادة. اتفضل. دي حضرتك ان شاء الله بتتحول المعاش من مطلقه 660 بتاخد حوالي 450 ان شاء الله باذن الله. بيزيد الميعاد بتاعها اول شهر 8 او اول شهر 9. الحاجه الثانيه ممكن تتقدم لنا في المكتب عشان نعمل لها بحث اجتماعي، نعمل لها مساعده باستثناء الوكيل الوزاره انها نساعدها على الايجار او نساعدها على مساعده الاشغال. اشكرك شكرا جزيلا وربنا يعينكم ويقدركم على خدمه الناس. السيد الاستاذ اشرف مصطفى مدير اداره الضمان الاجتماعي بمديريه التضامن الاجتماعي بالغربيه. شكرا لحضرتك وشكرا للاستاذه امان النادري وكيل وزاره، وشكرا لكل موظف محترم بيحاول يريح المواطن ويحل له مشكلته. شكرا جزيلا لحضرتك. تحت امرك. تحت امرك. شكرا جزيلا. يتبقى مشكله واحده، محمد زكريا محمد طاحون. المهم عايز اقول لمشاهدي الكرام اللي انا بحبهم وهم بيحبوني ومتعودين ان احنا نلتقي، يعني هاخد اجازه كده في مهمه وطنيه ان شاء الله. نلتقي بعد 12 أغسطس إن شاء الله، فهيكون أحد الزملاء الكرام بدالي. ربنا يوفق الجميع. أشكركم شكرا جزيلا. تحية لكم من فريق العمل في برنامج لست وحدك، وهذا شاكر عمارة يحييكم في أمان الله.
واحنا اللي ليلنا طال، جاي في اوان جرحنا والشدة ليها رجال. صوتك جميل رنته تنقش على الأرواح، ترسم بداية زمن للبهجة والأفراح. قلبك يساع النيل فجرك نهاية الليل، حلمك وطن نبنيه ونلاقي لينا مكان. انت اللي من حلمنا وجرحنا يا جمال، يا كلمة الحق يا روحنا وملامحنا. فسرنا بيك حلمنا وعرفنا مين احنا، ومشينا ومسرنا هنعدي يا ناصرنا. وفي يوم طول شمسنا تنور بصايرنا، ولو يكون حلمنا أكبر من الإمكان. انت اللي من حلمنا وجرحنا يا جمال. قناة الدلتا، قناة مصر السادسة.